من أشهر وأكبر علامات النضج النفسي والتعافي من الآلام اللي بنبقى مرينا بيها في الطفولة أو صدمات حتى على كبر أو من أشهر العلامات هي وجود السكينة مصاحبة لينا في الأوقات الصعبة. لأن آه، قلة النضج شوية أو الصدمات اللي بنبقى مرينا بيها والآلام اللي مرينا بيها في حياتنا بتعمل إيه؟ بتعمل حالة من الاضطراب الداخلي، بتنشط بشكل خاص في الأوقات الصعبة. أنا الفترة دي عندي حالة فقد، أنا الفترة دي افتكرت ذكرى ما كانت ألماني، فكأن جوه ده بيحصل شيكينج، في هزة كده داخلية بتحصل، وبيبقى الدنيا في حالة استفزاز، استنفار داخلي للسيستم، للسايكي بتاعتنا كلها. طيب الدنيا ستخلو من الأوقات اللي فيها مواقف صعبة وذكريات مؤلمة وأحزان وفقد لا، لا ولم ولن تخلو. امال احنا بنتعافى عشان ايه؟ عشان في مثل هذه الاوقات يبقى مصاحب ليها السكينة والاطمئنان والرضا والسلام. فيحصل بقى ايه؟ فيحصل او اولا يحصل الوزنة، ويحصل الاستقرار، ويحصل ان انا عارفة فانكشن، ويحصل ان انا عارفة ارفق بنفسي وارفق باللي حواليا، وادي دوري ايا كان هو ايه، حتى لو هقلله شويه عشان دي فتره ضغط. بس عارفه امشي، عارفه امشي، امشي الحياه، مش موقفاها ومش بمشيها وانا دايسه على نفسي. لان دي الفيصل، ان انا بمشي الحياه حتى في الاوقات الصعبه، بس من غير ما اكون انا دايسه على نفسي عشان امشيها، او متجاهله نفسي خالص، ومن غير ما اكون معطلها خالص او موقفاها.